مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات عبير الورد. اليوم رح نعمل ماربل كيك أو الكيكة الرخامية، طعمها بجنن خصوصا جنب فنجان القهوة السادة. هي كيكة لا خفيفة اسفنجية كتير ولا حتى تقيلة مثل الإنجليش كيك. هي كيكة طرية بتدوب ذوبان بالدم وطعمتها بتجنن، وبس جربتوها رح تحبوها وتعملوها دائما. وقبل ما نبدأ بالمكونات، إذا كنتوا أول مرة بتشاهدوا قناتي بتمنى منكم الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك. ويلا نشوف المكونات وطريقة التحضير. بيلزم لي كوب ونص من الطحين. لازم نخلط الطحين كتير منيح لحتى يطلع قوام الكيكة ناعم. وراح أضيف فوق الطحين معلقة طعام من البيكنج باودر. نخل المواد الجافة كتير منيح. حبايب قلبي لازم نحمل الفرن وقت بدنا نبدأ بتجهيز الكيكة على درجة 180. وهلأ بزبدة رح أضيف 3 بيضات بحرارة المطبخ. لازم البيض نطلعه من البراد قبل بساعة. رح أضيف لهم معلقة صغيرة خل أبيض. الخل بيروح زنخة البيض بيعطيها هشاشة وارتفاع. ضفت معلقة صغيرة من الفانيليا. بخفق البيض بالخفاقة لحتى يصير لون البيض على بياض، أو فيكم تستخدموا الخلاط الكهربائي أو الويسك المضرب اليدوي. وبعد ما صار عندي البيض على بياض، ضيف كوب مقاس من السكر العادي. بستمر بالخفق ونضل عم نخفق. مدة الخفق تقريبا 7 دقايق كاملة. هلا رح أضيف ربع كوب مقاس من الزيت النباتي، ورح أضيف كمان ربع كوب من الزبدة. عندي إصبع زبدة وزنه 100 جرام، بدي 50 جرام من الزبدة. قسمت إصبع الزبدة بالنص وسيحت الزبدة. وهلا رح أضيفها فوق الخليط وأخفق. لازم تختار نوعية زبدة تكون طعمتها طيبة. ضفت نص كوب من الحليب السائل الدافي، لازم يكون الحليب دافي. ضيف وبخفق. وهلا رح أضيف رشة صغيرة من الملح. منضيف حبايبي رشة صغيرة من الملح، يعني هيك درة صغيرة لحتى تظهر الطعم. نستمر بالخفق. هلا رح أضيف الطحين المنخول تدريجيا. وهلا رح أقلب بالويسك من تحت لفوق. ما منضيفه دفعة وحدة، منضيفه تدريجيا ومنقلب. ومثل ما قلت لكم حبايب قلبي، لازم نحمل الفرن على درجة 180 قبل ما نبلش بتجهيز الكيك. الماربل كيك من أطيب الكيكات اليومية، عن جد طعمته كتير طيبة، خصوصا بكير جنب فنجان الشاي أو فنجان القهوة السادة، ولا أطيب من هيك. جربوا حبايب قلبي، اعملوه ورح تحبوه. منضيف كل كمية الطحين اللي عنا ونضل عم نقلب ليختفي الطحين وتروح كل التكتلات. هذا القوام المطلوب حبايب قلبي. هلا رح أقسم الخليط الكيك لنصين، نص رح أعمله بالكاكاو ونص رح أعمله بالفانيليا. ضفت معلقتين كبار، معلقتين طعام من الكاكاو الخام، بقلبه مع الخليط الكيك. هون الخليط تقل عندي. هلا رح أضيف 3 معالق حليب وبرجع بقلب لحتى تروح التكتلات من الخليط. لازم نضيف 3 معالق حليب أو 4 معالق لنتخلص من التكتلات. هذا القوام المطلوب. شايفين حبايبي؟ هلأ بجيب صينية الانجليش كيك أو أي صينية عندكم. بجيب ورق الزبدة، باخد قياس القالب، بدهن القالب بمعلقة صغيرة من الزيت النباتي لحتى تثبت ورقة الزبدة بالقالب. منظبط ورقة الزبدة. هلا رح أسكب الخليط بالقالب. فيكن تستخدموا المغرفة أو الكبجة بسكب الخليط، وفيكن تستخدموا أكياس الكريمة مثل ما بدكم. ضفت مغرفتين أو كبجتين من خليط الفانيليا، رجعت ضفت فوقه مغرفتين من خليط الكاكاو أو كبجتين. برجع بضيف فانيليا، كيك الفانيليا. برجع بضيف خليط الكاكاو أو الشوكولا، يعني بضيف طبقة من خليط الفانيليا وطبقة من خليط الكاكاو لحتى تنتهي عندي الكمية. وهلأ بالسيخ الخشبي بعمل هاي الحركة أو بالسكين لحتى تطلع عندي الكيكة شكلها رخامية. بدخلها على الفرن، بحطها على الرف الأوسط، النار شغالة من الأسفل فقط. وآخر 3 دقايق بعد ما تستوي الكيكة بعلق من الأعلى. وهاي شكل الكيكة بعد ما طلعتها من الفرن وبردت. حبايبي أثناء خبز الكيك قبل ما نفتح الفرن، ومدة الخبز تختلف من فرن لفرن تاني. شوفوا ما شاء الله قد الكيك طري، شوفوا ما شاء الله الطراوة.
هلا هون عندي لوح شوكولا وزنه تقريبا 250 جرام، ذوبته بحمام مائي. وهلا بدي غلف الكيكة بالشوكولا. لما منغلفها الشوكولا بتعطي طعم خرافي، طعم بجنن. وحطيتها بالبراد لمدة ساعة، تركت الشوكولا لتجمد. وهلا بقطعها بهذا الشكل. شوفوا ما شاء الله الكيك شكله بشهي القلب وناجح وطري. حبايب قلبي فيكم كمان ما تضيفوا الشوكولا، ما تغلفوا الكيك بالشوكولا، بس لما بتضيفوا بتعطوا نكهة مميزة للكيك. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية وصفتنا وحلقتنا. إذا حبيتوا الوصفة وجربتوها لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وبتشكركم للمشاهدة وللمتابعة. وباي باي بحلقة جديدة ووصفة جديدة بأمان الله. كنت معكم أنا عبير الورد من قناة وصفات عبير الورد. بس قبل ما انهي الفيديو لازم ندوق ماربل كيك واعطيكم رأيي بالوصفة. وانتو حبايب قلبي اذا حبيتوا الوصفة اكتبوا لي بالتعليقات رأيكم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا ما شاء الله قد ايه الكيكة طرية، لسه طعمتها بتجنن، طعمتها كتير طيبة، بنصح الكل يجربها. عن جد كيكي ولا اطيب من هيك. جربوا حبايب قلبي هاي الوصفة ما رح تندموا. وباي باي.